يعد هناك. لماذا تدرج جبهة النصرة على قائمة المنظمات الإرهابية؟ لا أدري، لم يعد هناك سؤال ولم يعد هناك حديث إلا عن جبهة النصرة التي ربما تشكل 10% من الجيش الحر في مدينة حلب أو في سوريا. وما أدري ما هي الممارسات الغير قانونية أو الغير عادية التي مارسها عناصر جبهة النصرة حتى توضع على قائمة الإرهاب. لم نرى منهم إلا الخلق الحسن. نعم. والقتال، قتال الشجعان، قتال الأبطال حقيقة ضد هذا النظام. لم نرى منهم أي سلوك غير طبيعي أو غير سلوك الجيش الحر. نعم. إذا هم يخضعون يعني لربما ما يقوم به الجيش الحر، يعني يتبعونه، يعني انه لا هم لا يتبعون للجيش الحر حقيقة، هم لا يتبعون لتشكيل الجيش الحر، ولكن هم موجودون يقاتلون من خلال ممارساتهم. هم يقاتلون هذا النظام كأي ثائر في مدينة حلب أو في سوريا. يقارع هذا النظام، يدفع الظلم عن أهله وعن بلده وعن كرامته وعن عرضه وشرفه. يعني هذا الموضوع أخذ حيز من الإعلام كبير جدا، ربما وراءه ما وراء. لماذا تدرج جبهة النصرة على